السلام عليكم بنات، كيف حالكم؟ أنا رانيا من قناة رانيا فاشل، ورجعت لكم في فيديو جديد. أول فيديو في سلسلة البيوتي هوكس. راح يكون عن 3 استخدامات تجميلية لأكياس الشاي. راح أعلمك كيف ممكن تستفيدي من هذه الأكياس في العناية ببشرتك، لأنه أكياس الشاي غنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات اللي تحمي بشرتك من مشاكل البشرة، سواء علامات الشيخوخة أو حب الشباب أو غيره. ما تفرق معانا شاي أخضر أو شاي أحمر، كله نفس النتيجة. أول حاجة في التخلص من حب الشباب، تعتبر أكياس الشاي من أفضل العلاجات المنزلية لحب الشباب، لأنها غنية بمضادات الجراثيم اللي تحمي البشرة من البكتيريا اللي بتسبب حب الشباب. عشان كذا بعد ما تشرب الشاي حقك وتكوني روقتي مزاجك، لا ترمي الكيس حق الشاي، احتفظي بيه. فكي الكيس من الخيط نفسه، وخذي كيس الشاي وحطيه على أماكن الحبوب، اتركيها من 5 إلى 10 دقائق. بعد كذا اشطفي بشرتك بموية باردة، كرري هذه العملية مرتين في اليوم، راح تشوفي نتائج مذهلة. ثانيا، في محاربة علامات تقدم السن، يحتوي الشاي على خصائص مضادة للشيخوخة ومضادة للأكسدة اللي بتساعد على تحسين لون البشرة، وكمان بتأخر من علامات الشيخوخة الجلد وعلامات تقدم السن. عشان كذا بعد ما تخلصي من الشاي حقك، فكي نفس الكيس، خذي نفس بودرة الشاي، وراح تحتاجي كمان عسل. يا بنات انتبهوا من انواع العسل اللي تنباع في الاسواق، في انواع كثيرة مغشوشة، فحاولي قد ما تقدري تاخذي نوع كويس من العسل ويكون اصلي. راح تحتاجي ملعقة واحدة من العسل. طبعا انا هنا معايا العسل جمد وكذا عشان كان بالثلاجة. كمان راح تحتاجي نص ليمونة. راح تخلطي كل هذه المكونات مع بعض حتى يصير المزيج متماسك مع بعض. بعد كذا خذي نفس الخليط وحطيه على وجهك ورقبتك، اتركيه من 5 إلى 10 دقائق. تقدري تستخدميه كماسك وكمان كسكراب، انه تقشري بشرتك فيله. كرري هذه العملية مرة واحدة في الأسبوع، راح تشوفي انه كيف بشرتك صارت مشدودة وملمسها جدا ناعم، وصارت كمان زي بشرة الأطفال، وراح تشوفي كيف بشرتك صارت كمان صافية وناعمة. ثالث حاجة للمعان الشعر، لو حسيتي انه شعرك صار جاف وتالف، تحتاجين بس 3 من أكياس الشاي الأسود أو الأخضر. حطي كوب فيه موية حارة، اتركي الأكياس مع الشاي تبرد. بعد كذا شيلي الأكياس الشاي نفسها واستخدمي بس الشاي، يعني ما راح تحتاجي الأكياس أبدا. غسلي فروة راسك ب وبعد كذا اشطفي شعرك بالموية العادية، راح تشوفي كيف شعرك صار لامع في نفس الوقت. كان هذا الفيديو لليوم، اتمنى يكون نال على اعجابكم. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك واكتبوا لي كومنتات، واشوفكم فيديو جاي على خير. باي.